السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس نمير. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين في الإقماع خط مستقيم. هي اي نعم مش خط مستقيم بالظبط، بس انا عشان اظبط معاه اللفات البسيطة والحركة البسيطة بتاعة الدركسيون لو على الطريق السريع، واقدر اظبط معاه حساسية العربية في السرعة بتاعتها وهي ماشية، واظبط معاه كمان الابعاد بتاعة العربية، وفي نفس الوقت بندربه على الرجوع لورا وان هو يستخدم المرايات بتاعته كويس جدا. زي ما انتم شايفين دلوقتي مستر نمير قدر ان هو يخش الخط المستقيم بتاع الإقماع ممتاز جدا، وهيبدا ان هو يرجع بظهره. لازم هو بيرجع بظهره يتاكد ان في قمع يمين وقمع شمال، لان الزاويه بتاعته لو مش مظبوطه فبالتالي مش هيشوف الإقماع في المرايه بتاعته. زي ما انتم شايفين دلوقتي ابتدى ان هو يعدي من اول قمعين ويبص في المرايه عشان يحدد ابعاد تاني قمعين وراه، ويبدا ان هو يرجع على اساسهم. طبعا في عربيه وراه هو شافها، فبالتالي خد باله منها وعارف ان هي في عربيه وراه، بتتدرب على اتجاهين مش على اتجاه واحد. زي ما انتم شايفين دلوقتي هنشوف القمعين اللي وراه اهو، في واحد اهو والتاني الناحيه التانيه. بالنسبه لي اللي على الشمال ده ضيق قوي، لازم يظبط زاويته فيه مظبوط. ما شاء الله ممتاز جدا جدا. قدر ان هو يظبط العربيه بتاعته من غير ما يخبط الإقماع، وهيبدا ان هو يخش على اخر قمعين. هم بالنسبه له اصعب قمعين لان اللفه فيها رخمه شويه، بس ما شاء الله هو من خبرته اللي هو اتدرب بيها معايا دلوقتي بيقدر ان هو يظبط حركه الدركسيون مع حركه المرايات مع سرعه رجله، يعني بيتدرب على الثلاثه في نفس الوقت. ما شاء الله نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس نمير. زي ما انتم شايفين دلوقتي الابعاد بتاعت العربية بس في الركنات، الركنة العمودي على رصيف. زي ما انتم شايفين دلوقتي معانا مستر نمير بيقدر ان هو يشوف الابعاد بتاعته في المراية مظبوطة ولا لا. مش مظبوطة بيبدأ ان هو يحدد ابعاده على ابعاد العربية مع المرايات بتاعته، ويظبط اتجاهها مع اتجاه الدركسيون بالسرعة المناسبة علشان يقدر يدخل العربية في الركنة المظبوطة بين الإقماع اللي هي بالنسبة لنا عربية يمين وعربية شمال. زي ما انتم شايفين الدقة بتبقى لازم مطلوبة ان هو يقدر يدخل العربية بين الإقماع بدون ما يخبط ولا قمع. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا، يقدر ان هو يدخل العربيه بين الإقماع بدون ما يخبط ولا قمع. اتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس نمر. زي ما انتم شايفين دلوقتي بنقدر ان احنا نظبط ابعاد العربيه في الركنه الموازي للرصيف، بنظبطها من عن طريق الابعاد بتاعتنا مع الإقماع اكنها عربيه قدام وعربيه ورا. بنظبط طبعا مع حركه الدركسيون بتاعت العربيه، نظرته في المرايه، السرعه بتاعته في البدلات. زي ما انتم شايفين ده كله بيبقى توافق مع بعضه، لازم نظبطه قبل ما تطلع على الطريق. هي مش منها ركنه بس، هي منها تحكم كلي في الدركسيون وفي البدلات سواء بنزين او فرامل او دبرياج عشان دي مانيوال، وفي نفس الوقت تحكمه ونظرته في المرايه عامله ازاي، في حين ان الإقماع دي بالنسبه له هي حاجه صغيره يا دوبك قد الكاوتش. فطبعا كل ما تكون الحاجه بالنسبه له صعبه كل ما تكون الاستفاده بتاعته اعلى، لان طول ما انت بتقابل حاجه صعبه في التدريبات بتاعتك لما تطلع بره وتقابلها في الحقيقه فبالتالي بتكون حاجه بالنسبه لك تافهه جدا ولا حاجه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا، بيقدر ان هو يظبط الركنه بتاعته بدون ما يخبط ولا قمع وبدون ما يخبط الرصيف جنبه. ما شاء الله عليه مستوى ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين هو لا لسه بعيد عن الإقماع اهو، مستوى ممتاز جدا. هيبدا بس يرجع خطوه بسيطه عشان يظبط الركنه بتاعته مظبوط. نتمنى له توفيق ونخش ان شاء الله على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس نمير. دلوقتي بنتدرب على الطلعه بتاعه الكوبري علشان لما تقابلنا بره ويكون الكوبري ده زحمه فنقدر نطلع بالعربيه بدون ما تبطل مننا ولا ترجع تخبط اللي ورانا. اتفضل يا هندسه.
زي ما انتم شايفين دلوقتي نبتدي نطلع بالعربية بدون ما بترجع لورا ولا بتقف. عايزين نجربها تاني يا هندسة معلش. العربية طلعت ما شاء الله، مستوى ممتاز جدا. دلوقتي هو قادر ان هو يتخطى التحدي دوت. هنخش دلوقتي ان شاء الله على الطريق السريع، نتمنى له التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده باشمهندس نمير. زي ما انتم شايفين دلوقتي ماشيين على الطريق الدائري النهارده في اخر سيشن معانا. ما شاء الله عليه مستواه بقى ممتاز جدا، وقدر ان هو يتخطى معانا الاختبارات بتاعتنا، وما شاء الله زي ما انتم شايفين ماشي بكل سلاسة بدون اي توجيهات مننا. معانا مستر نمير هيبتدي نقول الريفيو بتاعه. اتفضل. والله انا اتبسطت الحقيقه بالتمرين ده، ويعني برشح اي حد ان هو ياخده يعني، عشان حاجه لطيفه جدا. وكابتن خالد يعني يعني هيستوعب اللي انت فيه ايا كان مستواك ايه، وهتلاقيه معاك يعني، مش هيسيبك يعني. انا مش عارف اركز الصراحه. استفدت معانا طيب في الكورس بتاعنا؟ طبعا جدا. كان في اي حاجة كانت ناقصاك؟ انا كنت بقلق شويه من فكره ان انا اطلع على طريق او حاجه زي كده يعني. وبعدين لما خدت معاك الكورس حسيت ان لا، الموضوع اختلف شويه. تمام. وبقيت لا يعني الموضوع الطف بكتير يعني. تمام. استفدت معانا يعني في الكورس بتاعنا؟ طبعا. كان في اي تقصير مننا او في اي حاجه؟ لا اطلاقا. نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نشوفك بعربيتك بقى بعد ان شاء الله معانا باذن الله في الطريق، وتزنق علينا كمان باذن الله. السلام عليكم.